السلام عليكم. خبر عاجل: إلغاء عيد الأضحى بالمغرب لسنة 2025 وسط أزمات اقتصادية ومناخية. وهذا الجدل يأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجات جفاف متتالية وارتفاع كبير في أسعار الأعلاف والماشية. إن استمرار ارتفاع تكاليف الأعلاف وانخفاض أعداد الماشية المحلية دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لاستيراد الأغنام لتلبية الطلب المتزايد على عيد الأضحى. غير أن هذه المبادرة التي شملت تقديم مالي كبير لتغطية نفقات الاستيراد لم تحقق النتائج. في تصريح رسمي أكد الوزير المكلف بالميزانية أن هذه الجهود لم تساهم في خفض الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للأسر البسيطة. على العكس، أدت إلى زيادة الاحتكار في السوق المحلية المغربية، مما فاقم الأعباء على الأسر المغربية وأثر سلبيا على الفئات محدودة الدخل. وهذا الجدل ليس جديدا في المغرب، إذا سبق أن تم إلغاء عيد الأضحى خلال فترات الجفاف شديدة في عام 1981 وعام 1996. قرر الملك الراحل حسن الثاني إلغاء عيد الأضحى للتخفيف من الضغوط الاقتصادية وحماية القطعان الوطنية. حينها لقي القرار تفاهما واسعا من المجتمع المغربي نظرا لحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد.